محامون دايرين اكبر وقفه احتجاجيه اللي كتخصك انت كمواطن واللي كاع ما راد لها البال، لانه غدا بعدو لا مشاو تصادقوا على هذا المشروع قانون مهنه المحاماه وجاو اعتقلوك البوليسي انه انت غتكون اعترفتي المحامي ديالك انك قتلتي او لا شفرتي او لا درتي واحد الجريمه، ما تقولش انه المحامي هو اللي عطاهم الدوسي كامل. علاش؟ لانه مشروع قانون مهنه المحاماه غادي يولي يسمح للضابط القضائي تستعمل بحال هذه الاجهزه باش يستمعوا للمكالمات او المحادثات او كاع يلتقطوا صور او فيديوهات ديال اي حاجه كدور بينك وما بين المحامي ديالك. يعني مبدا السر المهني ما غاديش يبقى مع هذا المشروع الا تمات المصادقه عليه، وهادشي مخالف مع البند 22 من مبادئ الامم المتحده الاساسيه بشان دور المحامين، لانه الحكومه خاصه تضمن سريه الاتصالات اللي كتكون ما بين المحامي والموكل ديالو. وانت كمواطن فاش شفتي الاعتقالات اللي كانوا في جيل زاد، شكون اللي طرافع على هذوك الدراري؟ طرافوا عليهم الساده النقباء والساده المحامين بالمجان. نهار كانوا فرضوا الباس فاكسينال باش انت كمواطن تدخل المحكمه، شكون اللي حيد الباس فاكسينال؟ نهار كان مشروع قانون المسطره المدنيه فاش انت كنتي كمواطن غادي تبغي تمشي ترفع الدعوه ديالك والدعوه ديالك ما كانش غادا تقبل